بتيجي اخر السنه بتلاقي عندك مصاريف كتيره، وفي الاخر انت انتاجك كله من 5 فدان. طب ما هنا برضه هتلاقي عندنا مصاريف كتيره وهيبقى انتاجنا هنا من 60. فهنا التكلفه هنا ايوه وحده المساحه. النظريه اسمها اقتصادات الحجم. هنا لو انت شغال في 5 فدان مش هتكسب. عمرك شفت فلاح كسب من ارضه على مدار التاريخ؟ من ساعه عبد الناصر من فتت الرقعه الزراعيه وقضى على الاقطاع وخد الارض من رجال الاعمال والمستثمرين، ادعى الفلاحين والمزارعين، قسمها كل واحد 5 فدان. بقى الفلاح والمزارع لما يتزنق في جواز البت يبيع ايراد، لما يكبر ويموت وولاده يتوارثوا في ال5 فدان، فالرقعه اتفتتت. فاصبح النهارده الفلاح بيشتغل في فدان و20 ايراد فما بيكسبش. بس هو شغال ليه؟ لان هو بالنسبه له الزراعه بالنسبه له بقى ستايل. هو ما بيكسبش حاجه، في حين ان هو لو باع ارضه وحطها في البنك هتجيب له هيكسب 10 اضعاف اللي بياخده من الزراعه. بس هي بقت لايف ستايل. النهارده الزراعه ما عادتش مهنه الفلاح ولا المزارع ولا مهنه ان انت يبقى عندك 5 فدان تقعد تديرهم ولا تجيب عامل فيهم. لازم المساحه كبيره عشان التكاليف تتجزأ وتتقسم. غير كده ما تروحش الارض. يعني احنا في ناس بيكلمونا ياخدوا مننا نصايح. انا عايز في 5 فدان قدامي مزروعين، في 10 فدان مش عارف ايه، عايز اخد ارض مش عارف. اقول له لا، اوعى. شوف 3 4 من اصحابك وروحوا خدوا مساحه ما تقلش عن بير، واتفقوا مع بعض ان انتوا ما تختلفوش، لان كل اللي بيروحوا مع بعض بيختلفوا ويبداوا ايه يزرعوا، والارض بتستنزفهم وبعد كده بيطلعوا منها وعايزين يبيعوها. ليه بقى؟ لان المصاريف اتكتلت عليهم ومش عاملين حسابات. فاتجمعوا، شوفوا شركه تثقوا فيها وروحوا خلوا الفدان اللي انت هتاخده، لو انت مثلا هتستثمر مليون جنيه ولا 500,000، تبقى المليون بتاعتك او الفدان بتاعك ترسي في منظومه كبيره. تمام. وراقب على المنظومه دي انها تمشي بشكل مستقر ومستمر. لان النهارده ما بقاش مطلوب منك تقعد في الارض. ده بالعكس، لما يجي عندنا مستثمر يقول لك انا عايز اطلع المعاش واقعد، ببقى فرحان، لان هو هيقعد كأن انا قاعد بقى مالك. فلما هيقعد هيدير ويشوف. بس هو لو قال لك انا هصرف انا مع نفسي، اقول له لا مش هتعرف. عايز تاخدها خدها، 5 قدام بتوعك ملكك، ورقهم باسمك، ما حكم فيه ما ظلم. بس هتقعد انت تجيب عامل وتجيب كل حاجه على حسابك. طب يا ناصح، اللي انت هتدفعه لي ربع اللي انت هتصرفه طول السنه على الارض. طب بس هو الناس بتبدا ايه، لسه بنطبعها بثقافه الايه، ان الزراعه بقت مهنه المستثمرين ومهنه اقتصادات الحجم، ومهنه ان ما بتكسبش عند مساحه معينه، ولازم تبقى المساحه دي جزء في منظومه كبيره بمساحه كبيره عشان يبقى ادارتها موحده وهندستها موحده ومشترياتها موحده زي زمان كانت كده اصلا. قبل جراب مثلا. وكان زمان كان في خريطه زراعيه. النهارده احنا هنعمل كمان هنعمل السنه الجايه هنعمل شركه مساهمه ونحط فيها ونعمل فيها 3 4 ثلاجات ونعمل مشروع كبير. هو انا النهارده لو انا عندي 5 فدان اعرف اعمل المشروع ده؟ طب خلاص، لما احنا نبقى مع 20 30 واحد بقى، كل واحد يدفع 200,000 تحت دراسه جدوى موحده تحت اداره موحده، هنعرف نعمل ثلاجات وهنعرف نكسب من الكيلو اللي كان بيطلع على النخله مثلا ب 220 جنيه، نخزنه 3 4 شهور من وقت الحصاد لوقت البيع، ونبيعه 350 جنيه في الكرتونه او 300 جنيه الجمله. والنهارده المجدول جمله ب 320 330، اعلى 100 جنيه من وقت حصاده 320. وهينزل لك لو انت رحت تشتريها هتلاقيه ب 450 جنيه النهارده 500 جنيه. جه سالنا مجدول النهارده في السوبر ماركت سالين من 450 ل 500. وبعض البراندات بتبيعه ب 800 على حسب الباكنج اللي هتحطه فيه. فاحنا النهارده لو انا عندي 5 فدان هعرف اعمل المنظومه دي؟ مستحيل. لو انا عندي 200 وهيبقى عندي انتاج مثلا 300 400 طن، هعرف اعمل المنظومه دي وهكسب.